عن الدعاء وأقول بملء فيه: لا يجوز يا معشر المسلمين أن تسألوا غير الله، لا في شفاء ولا غير. السؤال الآن الحلو قل سؤالك تفضل. نعم. ولا سأنسحب بصراحة، سأنسحب. تفضل. هل اليهود يؤمنون بولاية علي حتى ما أخرجتم من الإيمان؟ تفضل يا شيخ صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. الظاهر الشيخ عدنان يعني لا يعرف أن الصلاة هي الدعاء. الصلاة هي الدعاء يا أخوتي الكرام. يقول يا عم احنا بنسأل على السؤال. بص يا شيخ صادق، احنا بنسأل دلوقتي السؤال ايه؟ أعزائي الكرام، يعني على أعجب ما سمعت والله العظيم، أعجب ما سمعت والله العظيم اللي يعني تعلمته الإنسان منكم عندما أشياء. يقف في الصلاة ماذا يفعل؟ أليس يدعو الله سبحانه وتعالى؟ مشاهدينا الكرام هذا للإخوة الكرام. سؤال: هذا هل اليهود آمنوا بولاية علي؟ سؤالنا تفضل. أخي الكريم، نعم. اليهود بقوا على ديانتهم، هم كيهود، لكن إذا آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم دخلوا إلى الإسلام. لا خرجوا من سؤالنا: اليهود كانوا مؤمنين بولاية علي ولا لا؟ لم يكونوا مؤمنين. إذا الكفار ما آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. ما آمنوا. الحمد لله. ما آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. كافرين بنبوة يا محمد. مسلمون كافرين بنبوة محمد. نعم. لما تخليه يقول فكرته. أيوة فهمنا. يا مسلمون، عائشة لا يدري هي مؤمنة أو كافرة. أبو بكر وعمر وعثمان لا يدري. ورع الرجل، ورع، اتقوا الله في الرجل. الرجل ورع لا يدري ولا يريد أن يدخل الناس الجنة والنار. أما اليهود فلم يكفرهم. فلما فوجئ بهذا الجواب الذي لم يخطر له على بال، وهذا بسبب دعائي لله: اللهم إن كنت على الحق فاهدني واهد بي المسلمين. وما عدنان والله إلا رجل من أهل السنة، بس الإعلام فضحه. الآن المفروض يسارع، ونحن لأننا لا نؤمن بولاية علي كفرنا. أما اليهود الذين لا يؤمنون بولاية علي فهو الرجل لم يكفرهم، وأنتم سمعتم السؤال.